السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى ان شاء الله الفيديوهات اللي كنشارك معكم بالنسبه للادويه اللي كيعجبوني واللي كنكون كذلك كنستعمل. ديجا شاركت معكم هذا السيرو ديال دوغماتيل، جاوني بزاف ديال الاسئله فيه. ودابا قررت باش ندير لكم فيديو تاني نشرح لكم فيه ونجاوب لكم على الاسئله ديالكم اللي سالتوني، واللي بزاف البنات كيسولوني على هذا السيرو، الطريقه ديالو، كيفاش كنستعملوه، وشنو كيليق. بالنسبه لي البنات انا شاركت معكم التجربه ديالي بالنسبه لهاد الدوكماتيل سيرو. بالنسبه للبنات الاسئله ديالهم واش ممكن ناخذوه من اي فارماسي بدون ورقه ديال الطبيب. بالنسبه لي البنات كنهضر عليكم انا، بالنسبه لي انا كنمشي كناخذو عفوا، كناخذو من اي فارماسيان كيعطيوه ليا. يعني كتمشي للفارماسيان، كان قبل ما كيعطيوش لك الا بلوصفه ديال الطبيب، دابا لا، كتمشي اي فارماسيان كتقولي بغيت السيرو ديال دوكماتيل، الا كان موفر عنده راه كيعطي لك. الثمن ديالو تقريبا كيدير 16 درهم كما كتشوفوا، 16 درهم و30 فاصلة 30. الاسئله الاخرى بالنسبه للبنات كان اللي كيقول لي شحال ناخذ فيه. بالنسبه لي انا فاش كيكون عندي القولون العصبي، يعني كنكون مريضه بزاف بما يسمى حنا كنقولوا ليه بومزوي. فاش كيكون عندي بومزوي متهيج بزاف، كيضرب بزاف ليا داك العرق، كناخذ تقريبا 3 المعالق صغار في النهار، يعني وحده في الصباح قبل الفطور، وحده قبل الغداء، وحده قبل العشاء. يعني كناخذ مده ديال يومين 3 ايام، وانا كناخذ نفس العبار. غير كنحس بانه نقص ليا داك الدقه اللي كيكون ليا في الكرش ديالي، صافي كنولي كندير معلقه الصباح ومعلقه في الليل. وانا كذلك بالنسبه لي كنحس بان صافي نقص ليا شويه، كنولي كندير معلقه في الليل ولا معلقه مورا المغرب باش نقدر نعس شويه. هو ما كيديرش البنات النعاس، كيدير شويه ديال النعاس ولكن ماشي بزاف، يعني شويه اللي تقدري تنعسي فيه كتقدري تفيقي في اي لحظه. بالنسبه للامهات اللي عندهم الوليدات وداك الشيء راه ما تخافوا والو منه. وكما قلت لكم بالنسبه لي انا كناخذ مده هذه بزاف. انا الطبيب اللي كنقيدو ليا الطبيب ديال الجهاز ديال العصبي هو اللي كان عطاه ليا فاش دوزت ولقيت عندي القولون العصبي ما يسمى بومزوي، وعطاه ليا قال لي ديما استعملي ما تخافي منه والو، غير ما تكونيش مدمنه عليه. يعني ان فوا كان كيدوزني داك بومزوي او كيدوزني داك ستريس اللي كيكون فيا، صافي كنحبسو وصافي كنحبسو. واخا تكون في القرعه دابا بحال دابا كما كتشوفوا، راني ديجا واخده القرعه وباقي فيها تقريبا كما كتشوفوا، باقي فيها تقريبا واحد 2 معالق حتى ل3. يعني صافي كملت ودازني الحال، وليت بخير، ما بقيتش مستريسيه، ما بقاش كيضرني داك بومزوي في الكرش ديالي. صافي وليت كناكل عادي، كنعس عادي، صافي حبستو غادي نخليه حتى ثاني نعاود نحس بيه وكنشربو عادي. بالنسبه للفميد ديالو هو اللي هو اللي شويه صعيب، كيدير ليا النعاس بزاف. كيدير ليا كيبقى قلبي كيضرب. ديجا جربت الفنيد ديالو، ولكن للاسف ما جاش معايا. بالنسبه للحاله ديالي انا ما جاش معايا، كيدير ليا القلب كيضربني بزاف وكيدير ليا النعاس بزاف، يعني كنبقى نهار كامل ساخيه. بالنسبه للسيرو، لا السيرو ديالو زوين، ما كنحس به حتى حاجه، كينفعني صراحه. بالنسبه للسؤال اللي كان اللي يسولوه البنات هو بالنسبه للحوامل خاطر على البنات، ما يمكنش لكم تستعملوه كما كتشوفوا بحال هكا، الا بالنسبه الا كان الطبيب، ولا الا كانت كما كاتبين هنايا لدى النساء الحوامل الا في حاله غياب بديل علاجي، يعني حتى ما كيكونش حتى بديل اللي تقدروا تستعملوه. بالنسبه للبنات اللي كيقول لي واش هو كيليق قلبو مزوي، هو البنات كيليق قلبو مزوي، كيليق العصب الا عندك شي، الا المعده ديالك معصبه لك بزاف، الا عندك الانتفاخ في المصران الناتج عن الاعصاب، الا كانت معصبه لك المعده وعندك داك الانتفاخ في المصران هو كينفسو. يعني كتقدري تاكلي بزاف الا شربتي معلقه قبل الاكل بساعه ولا بنص ساعه. يعني كيجي لك الجوع مثلا تفيقي الصباح تشربي واحد المعلقه، كتجلسي تصومي عليه واحد الساعه د المكانه، كيجي لك الجوع، فاش كتاكلي مزيان ما كتحسيش بداك الانتفاخ في الكرش ديالك. هادو هما الاسئله تقريبا اللي عقلت عليهم بالنسبه للبنات اللي كيسولوني عليهم. وكان اللي كيقول لي هو كاين في الخارج وما قدرش لا سميتو، يمكن لكم البنات ياخذوا لكم هنا العائله ديالكم ويصيفطوا لكم. انا كنعرف ناس هنايا كاينين في اوروبا وخداو ليهم العائلات ديالهم وصيفطوا لهم والحمد لله زعما وصلهم، ما كاين حتى مشكل كما كتصيفطي اي سلعه ولا شي حاجه. هذا ما كان البنات، ولا كاين اي سؤال ديالكم ولا اي استفسار على هذا الدواء؟ هذا الشيء بالنسبه لي كما نقول بان جاوبتكم.
وما كيكونش مدمن هو، يعني تقريبا كنستعملو كيفوتني داك بومزوي تقريبا 3 شهور 4 شهور كاع. الا كنت بخير ما سميتو راه ما كنستعملو حتى على 4 شهور 5 شهور، يعني كنكون بخير. ثاني كيعاود ثاني يجيني داك الاضطراب وكيجيني ثاني داك سميتو، كنعاود نستعملو. نقدر بعض المره كنستعمل قرعه وكناخذ قرعه اخرى عاد كيتهدل ليا داك القولون على حسب الحاله النفسيه ديال الانسان وشنو كيمر به في ديك اللحظه. ايوا نتمنى ان شاء الله يفيدكم والله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. وهذا المرض راه صعيب ما ساهلش، حيت كيكون هو مرض نفسي. المرض النفسي كيكون صعيب من المرض العضوي، هو شويه صعيب في التعامل ديالو ولا في الانسان كيكون معصب. ولكن الحمد لله فاش كيكونوا بحال هادو الدويان هكا كبديلين نعاونوا بهم سميتو ديالنا ما كرهناش. ايوا نتمنىو الشفاء للجميع وشكرا بزاف، وكنتمنى تدعموني ودعموا القناه ديالي وبارطاج باش الناس تا هما كذلك يستافدوا. كما كتعرفوا بالنسبه لهذا المرض راه صعيب وكيكون حساس الانسان مسكين كيبغي غير اي دواء اللي ينفعو باش ياخذوا. ايوا كنتمنى ان شاء الله يفيدكم وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم وكنتمنى ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالاشتراك ديالكم في القناه. وشكرا بزاف والسلام عليكم.